انا كده موقف انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد من المتابعين كان بيسأل، بيقول يا عم هو انت المفروض تعمل سلسلة عن الخامات، ان لو واحد عايز يشطب جيتون هيجيب ايه، لو واحد عايز يشطب جيلس هيجيب ايه، لو واحد عايز يعمل سيرفس هيجيب ايه، او ناشونال او سكير او كابسي او اي حاجة. الموضوع باختصار ان انت اي شركة لما تشتغل السيستم بتاعها كامل من البداية للنهاية كويسة. يعني ايه سيستم كامل؟ يعني انا مثلا هشطب جوتي، يبقى انا ابدا من اول الصله اللي على المحاره جوتن، المعجون بتاعي جوتن، البطانه بتاعتي جوتن، التشطيب بتاعي جوتن. يبقى انا كده خدت السيستم بتاعي كله كامل من اول المحاره لحد الفينش بتاعي جوتن. يبقى حتى لو حصل معايا اي مشكله اقدر ان انا احاسب الشركه، اقول له تعالى يا فندم انا جربت المنتج بتاعكم وشغال السيستم بتاعكم كامل من اول محاره، عملت واحد اثنين ثلاثه اربعه الخطوات بتاعتكم كلها، والشغل مثلا فيه مشكله معايا، ساعتها اقدر احاسب الشركه. تمام؟ لكن لو انا دخلت اي حاجه في النص وقلت للفن بتاع الشركه تعالى انا حصل عندي مشكله، هيقول لي طب يا فندم انت عملت ايه؟ اقول له والله انا عملت كذا كذا، وجيت مثلا بطلت ببطاقه تبع شركه ثانيه، على طول هيقول لك اسف انت كده بوظت السيستم بتاعنا وعلى مسؤوليتك، لان انت كده دخلت منتج تاني في المنتجات بتاعتنا، فانا ما اقدرش اطلع لك العيب فين دلوقتي. فالاحسن ان انت تشتغل السيستم بتاعك كامل من البدايه للنهايه. واحد، علشان اخد منتج كويس واخد جوده كويسه، مش عشان ان انا حاسب الشركه، لا سيبك من الشركه، علشان ان انا كعميل او كفني اخد منتج كويس. يبقى لازم ان انا اشتغل السيستم بتاعي كله من شركه واحده. احنا بنضرب مثلا مش على جوتل لوحدها، لا على اي شركه بقى موجوده في السوق. تاني حاجه الشركه بتكون مصنعه المنتجات بتاعتها ان هي تكمل بعضها، مش مصنعه المنتجات بتاعتها ان هي تشتغل على اي خامه بتاعت شركه ثانيه، او ان هي تكمل عليها اي شركه. يعني مثلا ما اجيش اسس معجون جوتل واروح اشطب مثلا كبسي او اشطب جي ال سي او اي شركه ثانيه، هي الفينش مش هقول لا، بس انا كده ضيعت المنتج بتاعي اللي المفروض كنت اخد الجوده بتاعته. انا كنت شغال مثلا هاخد يعني اعلى جوده في المنتج بتاعي. اما اجي بعد كده اخش انزل بقى بالفينش بتاعي خالص لما الاقي تكلفه عاليه، وانزل بالفينش بتاعي خالص واجيب خامه مش هو ده المستوى اللي المفروض تتحط فيه، او انا كده بحطها مش في مكانها، فكده انا الخسران. لا، لو انت عايز تشطب جي ال سي من البدايه هات المعجون بتاعك جي ال سي، هات السيلر بتاعك جي ال سي يكون افضل. فاي شركه بتبقى عامله المعجون بتاعها يشتغل بعده كذا، يشتغل بعده كذا، يشتغل بعده كذا، تمام كيميائيا. ف فانا برجح دايما ان انت اي شركه اشتغل بالسيستم بتاعك كده. طيب نيجي بقى للترتيب. لو انت مثلا هتقول لي طب انا ايه احسن حاجه في السوق؟ طيب في حاجه ثانيه، في ناس بتكون اسست مثلا جي ال سي اللي هو زي ده كده، او اكريليك 900 او اي حاجه، ويرجع يقول لك طب انا شفت الجوتل ونفسي اشطب جوتل. بتقول له عادي مفيش مشكله، بس في خطوات بتعملها وبعد كده شطب جوتل بتاعتك مفيش اي مشكله. ولكن طبعا ما ينفعش تجيب المنتج تحطه على طول على الفينش اللي انت عامله. فلو الفني اللي عند حضرتك ما عندوش درايه او ما عندوش خبره او ما اشتغلش بخامات جوتل، فانت بتكلمنا على الواتس، فانا بقول لك اعمل واحد اثنين ثلاثه واشتغل خلاص، مش هيحصل معاك اي مشكله. نيجي بقى للترتيب. الشركات في السوق، الترتيب طبعا بيكون عندنا في شركات كانت قديمه وثابته موجوده لحد دلوقتي زي جوتل. جوتل من اقدم الشركات الموجوده في مصر ولحد حالا ثابته، الكفاءه بتاعتها ثابته وكده. في شركات ماتت زي باكين، وفي زي سايبرس برضه ماتت في السوق. اللي انا شايفها طالعه وبتكتسح بقوه جي ال سي، دي ممكن نخليها مثلا بعد الجوتل، يعني بعد الجوتل الجزيره، عشان ما ننساش الجزيره يا جماعه دي توب التوب، يعني هي رقم اثنين بعد الجوتل على طول. الجزيره وجوتل دول احسن اثنين موجودين في الوطن العربي دلوقتي. طيب نيجي بقى اللي بعدهم اللي موجود في مصر او احنا بنسميه المنتجات الشعبيه، او اللي هي
الفئه الرخيصه. هي مش وحشه ولكن بتمشي الحال مع عملاء كتير. نيجي بعد كده جي سي، في عندنا ناشونال، في عندنا سكيب، في عندنا كابسي. دولت الشركات اللي موجودين في السوق دلوقتي، ويعتبر الفئه السعريه بتاعتهم متقاربه جدا من بعضها. مفيش فروق يعني تخليك انت تتخض. اما الفرق بينهم وبين الجزيره او الفرق بينهم وبين الجوتن، لا الفرق كبير. لكن هم بالمستوى بتاعهم الفئه السعريه بتاعتهم تعتبر واحده. وبرضه عندنا التوب اللي هي الجزيره وجوتن، برضه هنلاقي الاثنين سعرهم واحد، لان هم دول الاثنين اعلى حاجه موجوده. فبرضه هتلاقي سعرهم زي بعض. تمام؟ فكده احنا قلنا لكم باختصار ايه اللي انت تشتغله، وايه الخطه اللي انت تمشي عليها اذا كنت عميل او اذا كنت فني. وقلنا لك ايه افضل الشركات الموجوده في السوق، وايه احسن المنتجات اللي انت تشتغل بيها. تمام؟ لو في اي حد عنده اي سؤال يا ريت يسيب لنا في الكومنت، يكتب لنا ايه الحاجه اللي هو عاوز يعرفها، وان شاء الله برضه هنرد عليه في اقرب وقت باذن الله. وفي سلسله كامله احنا عاملينها جوتن من اول المحاره لحد كل منتجات جوتن في الفينش وفي التشطيب. بس استودعكم الله، السلام عليكم.